بيستك 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 ناو. يا لهوي يما. طب دي ايه بقى؟ الحشو جوه البوز البرنامج دوت اللي كان بيقعد الناس في البيت. انت بتغلط في الاستاذ طارق النور. لا 3 اجيال والتلفزيون واحد، اللمه والذكريات اهم من الصوره. تن 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 تن. من سيربح المليون؟ جورج قداحي، نقعد نتفرج عليه ونحاول نحل الاسئله السهله بس الاول. استاذ جورج. البرنامج دوت اللي كان بيقعد الناس في البيت، ده كان حلم العمر ده. فكرتي قبل كده تشتركي في البرنامج ده؟ لا خالص، بس كنت هخرج من اول. ما كنتش ببقى عارف ولا سؤال من ال 10 ولا 30 سؤال اللي بيسالهم ولا 25 سؤال اللي بيسالهم، بس انا كان نفسي اروح عشان مليون ريال اللي بيجيهم في الاخر دول. الواحد ما كانش بينام بسبب الاحلام. بقى معاك المليون، اصل المليون جنيه ده كان رقم، كان ليه هيبه كده. كل الناس مش مصدقه هم بياخدوا المليون فعلا ولا لا، ومين اللي هيوصل للمليون. كنت بكسبهم على الكمبيوتر، كنت بقعد اسال نفسي بقى من سيربح المليون، افضل اعمل كده. احنا ضيعنا فلوسنا على الرسائل. كله بقى كان بيستنى اليوم بتاعه اللي بيجي فيه، بس مش فاكره كان بيجي يوم ايه، بس اكيد ويكند يعني. مليون جنيه بقى تجيب فيلا بقى وعربيه وبتاع، مش للدرجه دي يعني، بس نجيب حاجات محترمه قوي يعني. ونحاول نحل قبل بقى هو بيحل ونشوف اجاباتنا صح ولا لا. أو شفت الاجابات واستعين بصديق والوقت والترشيحات بتاعت الجماهير، كنت بقى عندي فضول بقى هو هيستخدم عني حاجه فيهم. يجي يقول لك اجابه نهائيه وحاجه كده، لو ما قالهاش يبقى انت تمام، لو قال لك اجابه نهائيه لازم تفكر. كان فيها سسبنس كده والله، كان في خير. فاكر اسم المقدم بتاعه؟ جورج قرداحي، صح؟ عارفه. وبعدين هو دلوقتي قال لك الشغلانه مش جايبه، فاعمل مسامح كريم، الفلوس مش قوي اليومين دول. قول له باي بقى. استاذ جورج. يا خرابي، بقلز وماما نجوى. حبيبه قلبي دي، ماما نجوى وبقلص. مش عارف اسمها نجوى ايه، بس هي لطيفه قوي. كان بقلز ده كان سيد عزمي. انا ما افتكرش ان في برنامج في العالم كله كان خفيف الدم زي البرنامج ده. في حاجه تانية جنبها في الصوره. الاراجوزه. امشي كده على طول لحد ما ترجع. فاكره العلاقه اللي بينهم كانت عامله ازاي؟ كانت زي علاقه توم اند جيري كده، مشاكس كده. انا عارف سر صنعه الارجوز، السر اللي بيحطوه في بقهم، بيبقى حاطينه في علبه كبريت يحطوه في بقهم بيتكلموا بيه. بقلز ده كان دمه فيها، كانت بتعمل حركه كان كلنا بنضحك عليها، بتشيل مناخيره. والزيتونه دي فهو يقعد بقى يرمي افات ويعمل نفسه مخنف بقى وحاجات كده ومش عارف يتكلم. يكون في حاجه اسمها السر بيحطوها في حلق بقهم، يفضلوا كده يطلعوا صوت من حته معينه فيعدي من الصوت ده، فصوتهم بيبقى رفيع قوي قوي قوي. صباح الخير، كان اسمه صباح الخير البرنامج. صباح الخير لا ما يعني مش فاكره، انا اكيد ما كنتش بتفرج عليه الصبح، يعني ممكن اكون بتفرج على الاعداد. انت كل اللي قلته على ارجوز ده عظيم جدا، وانا مستغرب قوي ان انت عارف كل المعلومات دي. بس اللي جنب نجوى ابراهيم في الصوره دي ليه اسم، مش الارجوز. الثاني بيكون احمر كله، يكون كل لابسه احمر والطربيش بتاعه ليه. تسمع عن بقلز؟ اسمع عن بقلص طبعا. هو ده. يا نهار ابيض، هو مكتوب ده بتاع 7 اب في ديدو. 7 اب. كل اللي انا اعرفه ان هو كان اللوجو بتاع 7 اب. كان كاركتر محبوب جدا في الجامعه عندنا، كان في ناس مشهوره بفيدو ديدو يعني. الكاركتر بتاعت فيديو ديدو دي والحركات بتاعته وبتاع كانت لذيذه يعني. جت لنا فتره بنعمل اصلا شعره عامل كده. بموت فيه. اي. وكان تنك تناكه، يعني بيبسي ما عملتش كده، ده تنك قوي وحاضر قاعد. فاكراه، وكان يقعد يحط رجل على رجل كده. معجب قوي بالكوتشي بتاعه. فاكره كان امتى ده؟ ما بص انا عندي مشاكل بقى في التوقيت، بس ببقى فاكره الحاجه وعارفاها. فاكر السلوجان بتاعه؟ لا. يا لذيذ يا لذيذ يا رايق. ديدو ديدو يا لذيذ يا رايق. هو يا لذيذ يا رايق. الواحد بقى كبر بقى ولا ايه؟ كمان كده. العالم يغني، لا ما اعرفوش ده اصلا، ولا مين دول. مين دول بقى؟ 4 ام دول ولا ايه؟ دي شخصيات معروفه يعني. يا خرابي، العالم يغني ده انا كنت بتابعه مع اخواتي الكبار يعني. في فرقه كده 4 كاتس، ساعدني. عايز اساعدك، بس انا مش عارف انت ليه بتقول 4 وهم 3 واقفين قدامك. يمكن كانت في واحده تعبانه فما جاتش. فرقه كانت بتغني، بتعمل حفلات مثلا. ايه اللي مكتوب فوق؟ العالم يعني العالم يغني اصلا. ان شاء الله دي نقطه. العالم يغني. انا مين اللي كانت بتقدمه؟ تخيل مش فاكرها. حمديه. حمديه يا حمدي. مظبوط. انا بقلش وحياه ربنا. هو العالم يغني يبقى اكيد هي بلاد.
طب ليه ما تكونش حفله؟ مال ويجز؟ ده بيجيب لك اغاني الترند بقى زي بلغه الايام دي، يعني الترند في وقتها. الغربي. الغربي هو غربي، ما كانش بيجيب عربي خالص. ممكن تبقى حاجه زي اللي هي برامج اللي بتتعمل دلوقتي، ذا فويس واكس فاكتور والحاجات اللي طلعت مغنيين دول. احنا بنهبط. لا انا بحلل. جاب ماكارينا، بوني ام، ابا. خد بالك اللي كان بيتفرج عليه بقى تاني يوم بيتمنظر على الناس بقى. شفت اغنيه كذا، عارف كده. فكان الموضوع لذيذ قوي. 2 hours later. طب هل الفوركاست ده ما لهمش علاقه بالموضوع. ماشي خلاص دول والله. فرقه شرقيه. خلاص انا اسف ماشي. وبعدين دول 3 ومفيش واحده عيانه. مفيش واحده عينه؟ مازنجر. متاكده؟ مازنجر. متاكد؟ والله ما اكيد بقى. لا ما هو ان شاء الله خير يعني. يعني مش ممكن يكون حد قريبه مثلا؟ لا ما هو لو قريبه بقى دي مشاكل عائليه، انا يعني مش هتدخل فيهم وكلهم شبه بعض، اصلا كلهم نسل واحد يعني. كان معاه واحده افروديت. ايوه اللي هي كانت عامله مشاكل. كانت بتطلع صواريخ. شككتني ليه طيب؟ طب انا هصدمك، ده جريندايزر. علي بطل فليت، هيا دنيا جريندايزر. انا والمصحف ممكن اعيط. صح، جريندايزر. ايوه هو ده. انت عارف انا بتفرج على جريندايزر لحد دلوقتي؟ كان بيجي الساعه 5 على القناه الثانيه، كان كل الناس فعلا بتبقى قاعده تتفرج عليه. بس هم شبه بعض، فيهم ميكانيزم واحد. عايز اقول لك بقى كان في اشاعه ظريفه قوي على جريندايزر ده، ان اليابان ممنوع من التسليح. ليه يا جماعه؟ عشان هم عندهم جريندايزر اصلا. طب والله العظيم شكله حلو. وكان ليه لعب. انا كنت عايش شويه في السعوديه، كنا راجعين بقى بموكبس كبيره كده الجريندايزر، وكان في عجل كده، عارف الحوامه بتاعته دي. الجريندايزر ده كان مكسر الدنيا في العالم العربي كله يعني. انا كنت خالي الجريندايزر ده حاجه اللي هو مش عارف ايه، بس هو ما هو كده برضه. ايه اللي انا بقوله؟ هو مازنجر. يعني هو مازنجر ولا جريندايزر؟ مش هقول لك. هبقى اعرف منك بعد الحلقه. هو ايه التانية كان اللي هو قاعد بيها؟ قاعد جنب هيفاء وهبي. يعني لو صح يزالوا باله، ريح له باله. كرتون زمان مثلا في التلفزيون. ما عندكوش نيكلوديان؟ ده الاعلان بتاعه، بتاع اللي هو بتاع الناموس ده اللي بيموت الناموس. هو ان شاء الله ما يكونش اعلان عشان دماغي هتروح في حتت مش حلوه. ده كان اعلان. يعني انا عايز اللي عمل الاعلان ده مجمع 2 اللي اصلا عاملين كده ليه؟ طب بتاع بطانيات، ما هو ده مش طبيعي. انت حاسس في حاجه ويرد حاجه. ناموس عمال يقرص يا اخويا، صح كده؟ مظبوط. مش عارف انام منه يا اخويا، مش عارف انام. برضو دي فاكراها كان الاغنيه. بتقول ايه بقى؟ كيتو اسم القرص. وحياة ربنا. طب انا كويس اهو، ده انا كنت حاسس ان الزهايمر قرب مني. طب طلع لي حاجه تدل على الناموس، يعني واحد صاحي تقريبا مش عارف ينام، مراته منكده عليه حياته، شايف والتاني قاعد شايف بقى. الحاجات السوداء اللي حواليه دي؟ ده الناموس يعني. انا كان دايما بيلفت نظري الاعلان ده، اخوه اللي قاعد مش مهتم خالص بمعاناته خالص، ولا الناموس فارق معاه ولا بتاعه، والناموس سايبه. ومش عارف ليه يعني. هو الراجل ده ماسك الجورنال، لك لا مش عايزين نعطله، خليك انت راجل كويس. حبيبتي دي كانت قدوتي. كان حلم عمري ابقى هي. يا لهوي يما. طب دي ايه بقى؟ دي ممثله اكيد مشهوره، واكيد عيب جدا ان انا ما كنتش عارفها. دي زينة، كانت يعني زي هيركليس كده، عندها سوبر باورز وبتاع، بس ايام الاغريق وبتاع. ده كان حوالي 300 حلقه ولا حاجه. بس ده فيلم ايه؟ ده جلاديترز مثلا، هتلاقيه حاجه من يعني من هنا. محاربه بتحارب القوة الشريرة لصالح قوة الخير يعني. زينة دي كانت ضخمه جدا. زينة دي على فكره انا كنت فاكر ست طويله قوي. هي كانت ست قوية وجميلة، فكانت زي قدوة كده بالنسبة لي. دي واضح انها كانت اول سترونج بنت. تقريبا كده. كان ليها واحده صاحبتها كده. ايوه عيله قصيره كده بشعر اصفر بتنقذها، والتانيه مساعده ليها حاجه كده. دي زينه؟ لان انا كان مخيلتي ان زينه احلى من كده. هندخل مشاكل مع الناس الاجانب في العالم الاخر، وانا مش عايز اصير جدل. يعني انت لما اتعرفت على زينة على الحقيقه دلوقتي ما حبيتهاش؟ لا، خيالي كانت احسن. اللي في خيالك خليها اللي في خيالك. بالظبط. دول اللي 4 كاتس. طب هما ليه 2؟ ما في 2 عيانين. الاثنين ما جوش بقى المره دي. بيستك ناو 3 جاتني وكلام والحشو جوه بوز الهند. شوكولاته ببوز الهند كده. كان في راجل الاسمراني كده ملبسينه قط ابيض، كان الموضوع كوميدي قوي. ما يمشيش معاك ان ده اعلان مثلا؟ هو كده اعلان بيغنوا له 4 كاتس. اسمه ايه الجيرسي؟ ايوه جيرسي. ايوه.
ايس كريم، كيمو. ده اعلان للجيرسي. طب ثانيه، لا ما تمشيش الصوره بقى، ثانيه. ليه؟ يعني هو نايم جاله ايه عشان يقول هلبسهم قطط؟ طارق نور كان استاذ اصلا، اول خد الاعلانات في حته تانية. انت بتغلط في الاستاذ طارق نور. لا ارجع ورا. ما هو برضه استاذ طارق يعني اكيد مش قصد حاجه وحشه، بس ليه قطه؟ ماشي يا استاذ طارق، والله اللي انت شايفه يعني. والحشو جوه بايه؟ بجوز الهند. بس جوز الهند. شرفتنا يا نادر. فلاش باك، ايه اللي ما جبناش سيرته وانت عايز تتكلم عنه؟ كان في زمان اللي هو بلانت اوف ايبس، اللي هو دلوقتي ده كان زمان اسمه كوكب القردة، وكان في هالك الرجل الاخضر، وكان في حاجات كتيره جدا، برامج جدا. انا طول حياتي اصلا انا شاب يعني طفل تلفزيون جدا. حاسس ان انت ذكرياتك مع التلفزيون فيها حاجات تانية ما قلناش؟ لا انا مش من يعني حتى لحد دلوقتي انا حاجات معينه اللي بتفرج عليها مش دايما ابقى قاعده قدام التلفزيون وخلاص. يعني انا اختي مثلا هي فاتحه التلفزيون 24 ساعه سواء هي قاعده قدامه او لا. انا لا، يعني لازم في حاجه شداني بحبها فاقعد اتفرج عليها. احنا جايين نفضح الناس هنا. مش مشكله، مش معانا. شكرا يا طاهر، شرفتنا في الحلقه السرعه دي. ماشي. بجد ذكرياتك مع التلفزيون برضه قويه وفاجئتني. قويه والله، ربنا يبارك لك. ماما نجوى دي اللي انت عرفتها مبهره.